صلي على النبي الأول. السلام عليكم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بدي كرومبة يا جماعة صغيرة جدا، هي بتتباع كده يعني، هي ما بتكبرش عن كده، بس بتبقى فيها كمية ورق ما أقولكوش يعني، على كمية الورق اللي فيها أقسم بالله بيبقى فيها كمية ورق أكتر من الكرومبة الهبلة الكبيرة دي اللي هي إيه، منفوخة على الفاضي يعني. دي بيبقى فيها كمية ورق، ده كرومبة تصدير طبعا انتوا عارفين اكيد يعني. اختي وتقيلة عشان مليانة، بصوا محملة. طبعا انا بحب اسلقها كده، نحط الورق كده كده. صلي على النبي يا جماعة ونذكر الله دايما يا رب، بحق الايام الكريمة يعودها علينا وعليكم بخير. وكل واحد فينا بيتمنى أمنية يا رب السنة الجاية تيجي وتكون اتحققت إن شاء الله يعني. واحنا طول ما احنا عايشين على وش الدنيا هنتمنى أمنيات ونتمنى أمنيات، وتيجي وتروح وتيجي وتروح. لما يحكم ربنا بحكم. بصوا كمية الورق اللي طلعت من الكرنباية الصغيرة دي، ولسه يعني دي اللي انتوا شايفينها صغيرة مكعورة هتطلع قد دول تاني. وعايزة اقول لكم ان انا المية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بحط فيها كمون وسكر، معلقة سكر كبيرة ونص معلقة ملح. بصوا كمية ورق قد ايه، ده كتير يا جماعة يعني. ده بصوا ده يعني يعتبر ده ضوء ايه ده بصور فيه ده يعني. بصوا داخل في بعضه ازاي، والورق ما فيهوش عروق كبيرة هتهدر معاكي في الحشو، فهتلتفتي تلاقيكي ايه بتطلعي حاجات صغنونة قوي كده كده جدا وبتعملي وبتحشي. وده بخلله على فكرة يعني، العروق دي انا بخللها. ولسه بقى نسلق ورق العنب. صباح الخير. صباح الخير. انا لسه صاحي من النوم. يلا روح اغسل وشك وبقك وظبط الدنيا. ماشي. انا اتوضيت واروح اصلي. يلا يا حبيبي شاطر. ورق العنب برضو يا جماعة سلقته. بصوا جميل بسم الله ما شاء الله ازاي اخضر جميل كده، هو كده حلو يعني، كده مش ني ولا حاجة ما تقلقوش. وطبعا ده اهم حاجة. ربنا يرضيكم يا رب يا جماعة، ربنا يرضيكم ويحسن ما بين ايديكم. هتقولي لي انت بتسلقيها، اقول لكم ايوه انا بسلقه كده وبعدين بظبط فروع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ورق العنب طبعا انا النهارده هعمل محشي كتير يعني، انا هعمل كميه محشي كتير عشان انا في نيتي ان شاء الله ان انا عايزه اعمل كميه، عشان يعني في حاجه في دماغي، حاجه عايزه اعملها ان شاء الله. ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب. بس كمان هوريكم اهو ده، دي كلها مليانه فلفل. برضه هعمل محشي فلفل وهعمل رقاق ان شاء الله يعني. والبلط ده يا جماعه هغيره قريب واعمل بداله سيراميك، لان هي دي مش حاجات في الارض وحشه، ده هو اسود كده البلاط ده. فان شاء الله ان شاء الله قريب هغير المطبخ بس واعمله سيراميك، هيبقى اروق وانضف. بصوا يا جماعه هبدا اعمل ايه، الطماطم حمر البصل. معلش الحر في المطبخ مش مخليني عارفه اتكلم، حر ايه. بقول لحضراتكم انا هعمل ايه، هحط البصل بقى احمره، بس هنعمل كميه بصل معتبره لان انا هعمل محشي كرنب وفلفل، فدي قليله يعني. انا هعمل واحده تاني كبه تاني
شايفين الزيت كتير ازاي؟ نقص شويه بقى عشان ايه ما يتحرقش. ونفضي دي الكبه التانيه. دول هحط عليهم فصين توم وطماطمايه وقرن فلفل واضربهم. دول هيبقوا لشوربه لان انا هعمل النهارده فراخ وهعمل لحمه ان شاء الله يعني. كل سنه وانتم طيبين، يقعد علينا وعليكم الايام بخير. انا مش عايزه اطول الفيديو عليكم والله. بصوا يا جماعه، انا بحط معلقه سكر مع البصل وهو بيتحمر عشان يكرمل ويدي طعم كمان، ومش بيعمل حرقان، ولون بيحمر بسرعه. حياتي هاني يا ولاد. بصوا يا جماعه كده تقريبا البصل حلو يعني، هو كده لا كله متحمر ولا كله ني. تمام. هبدأ عليه احط الصلصه. بصوا دي طماطم انا غلياها ومصفياها، يعني دي كميه طماطم كبيره، يعني دي ممكن تكون 4 كيلو طماطم لان اتغلت وتصفى. طبعا مش هتتحط كلها لانها هتبقى ايه مصيبه. هحط كده وهيبقى كويس قوي الكميه دي، بس عشان ما تصرش على البوتاجاز. ماشي. وهحط معاها كيس صلصه عاديه من بتاعه المحل، هجيبه سنه. انا بامانه لقيتها مش محتاجه ان انا اجيب كيس صلصه لان انا حطيت طماطم كتير، فهي كده كويسه خالص يعني. طماطم كتيره لان دي طماطم اصلا متسبكه. بصوا دي العروق اللي هي بتاعه الخضره الاولانيه اللي هي دي الصغننه، بقطعها صغنن خالص. ماشي. وبعمل ايه وبسيب الورق هو اللي بيتحط، بس دول بحطهم كده مع الصلصه يستووا. ماشي. بغطي عليهم واسيبهم يستووا شويه. انا لما باجي بحط التوابل اللي هي الكزبره والكمون والحاجات اللي زي كده اهي، بحطها في الاخر عشان تبقى ريحتها ظاهره في الاكل. يعني دي هسيبها تستوي شويه وهرجع احط لها برده مكعبين مرقه خضار ومكعبين مرقه دجاج عاديه. دي التوابل اللي انا قلت لكم عليها، دي مرقه الدجاج ومرقه الخضار فرتكتها على بعض وحطيتها ملح فلفل اسود كزبره كمون. وبقى صلي على النبي كده عليه الصلاه والسلام. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اشهد ان سيدنا محمد حبيبي رسول الله. احاول على قد ما اقدر ان انا ما اطولش الفيديو عليكم يا جماعه عشان تتفرجوا وما تملوش. يلا اللي وصل معايا لحد هنا يقول ام هاني، عشان دايما بقول له يوسف روحي ده. ام خلطه، لا بلاش خلطه. نقول تسبيك، اي حاجه قولوا كل منكم حاجه. هسيبها برضو شويه وارجع لها تاني. ده بقى يا جماعه الورق هبدا انا اقطعه وارصه، وده ورق العنب برضو هبدا ارصه. والحوض نحاول ان هو دايما يبقى نظيف كده، ودي الخضره اللي احطها، وده جرجير، ده مخلل، ده البرطمان يا جماعه اللي بجيب فيه اللبن، بغسله واركنه عشان بجيب فيه اللبن ده. انا بقول لكم كل حاجه لان انا حاسه ان انتوا مني والله، مش بعيد عني يعني. فانا هقطع ده واظبطه كده وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعه انا حطيت الرز وهديله يعني اقل من الدقيقه تقريبا كده على النار، مع مش عارفه الرز ده كفايه ولا ايه، مع الخلطه. لسه ما حطيتش ده، خدوا بالكم. هحط اهو واديلهم يعني بص تقليبه بس كده، بحيث ان هو يعني يشم النار الرز كده ويشرب من ايه من الصلصه بتاعته. بصوا احمر ازاي، يعني مش محتاج ان انا كنت احط له صلصه محلات.
بصوا يا جماعة انا كده خلصته. هغطيه بقى شوية عبال ما اقطع الايه ورق الكرنب ان شاء الله، واعمل شوية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ورق عنب. والفلفل برضو، الفلفل على فكرة انا بعمل الفلفل ني في ني، فالفلفل لسه هعمله خلطة تاني غير دي الحلة بتاعتي اللي انا هعمل فيها المحشي الكرنب والبتاع ده والفلفل مع بعض، هحطهم مع بعض. ورق العنب هعمله لوحده. دايما ابصي ألمونيتي نضيفة ومدعوكة وزي الفل، علشان التليفون بتاعي يا جماعة هيفصل شحن. فانا اهو بدأت اقطع وارص ماشي. هخلص المحشي واظبطه واحط تليفوني على الشاحن وهرجع اوريهولكوا هو على النار. يعني انا كده ايه الحلل وهي على النار وربنا يرضينا ويرضيكم. وشكرا لمتابعتكم ليا وشكرا لدعمكم وربنا يرضيكم. السلام عليكم. ما خلصت الاكل ده اهو بصوا يا جماعه، ده الفلفل عملت كله منفصل لوحده، وده الكرنب، وادي ورق العنب. بس هاخد بقى، انا لسه ما سويتش ورق العنب ده بقى. نروح نمكسه كده بايه، طماطم على فلفل اسود وتوابل كده عشان يبقى ايه حاجه لوز اللوز. ونفس الوضع ايه، اهم حاجه طبعا الكرنب عشان هاني بيحب ايه محشي ايه. دكتور هاني زعلان مني يا ولاد عشان ما كنتش عايزه افتح له الشوكولاته، بس انا مش عايزه افتحها له عشان ياكل. بس انا امبارح زعلت. ما تزعلش، انا غلطان. انا شرحتها لك. طيب انت بتصوري اللايف. انت امبارح زعلت وانت بتصور اللايف عشان كنت عايز التليفون بتاعك ده. ينفع؟ طيب ماما عايزه التليفون بتاعك، المفروض تقول لها يا ماما خديه يا حبيبتي، ده انت روحي، مش احنا الاتنين نحب بعض. اقول خدي يا ماما يا حبيبتي اتفضلي. ودي اللحمه والفراخ مع بعض حطهم. يلا نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. نعمل كده ان شاء الله الشوربه هتكفي. عادي يا جماعه، بصل الشوربه ده بيبقى جميل جدا معاه. بصوا جمال ورق العنب، لسه كمان هنعصر عليه عصرة ليمون كده، هيبقى حكاية. يا رب تسعدوا وتتهنوا، يا رب يعود عليكم الأيام بخير يا رب وعلينا. ده عاملاه يا جماعة المحشي الكتير ده كله والأكل ده كله، ولسه هعمل حلة ملوخية كمان كبيرة وحلة بامية، علشان إن شاء الله بكرة عرفة إن شاء الله، والنية على الله طول الليل هاخد استغفار وصلاة لحد تاني يوم لحد إن شاء الله أذان المغرب، يعني يعودها علينا وعليكم بخير يا رب وستر وصحة. هكمل الحاجات دي هسقيها. وشكرا ليكم، شكرا لدعمكم ليا. ربنا يجازيكم خير ويجعله دايما في ميزان حسناتكم ويصرف عنكم الأذى بكل أنواعه ويدوقكم الفرح بكل أنواعه. بصوا بنعمل الاكل. تعالى اشرح لهم ايه بقى قبل ما نقفل. ده ايه؟ ورق عنب، فلفل كرنب، لحمة وفراخ، وفي ملوخية لسه هتتعمل ان شاء الله، وبامية وحلة بامية صغيرة. ودي طماطم. دي طماطم بقى، دي كنت مسبكاها وبعد كده اهو حطيت عليها دلوقتي فلفل اسود وتوابل، وعشان خاطر ايه احط على وش الحاجة. شكرا ليكم، السلام عليكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. وما تنسوش والنبي ترفعوا الفيديو باللايك والاشتراك. منسوش تشتركوا في قناة هاني، يوميات هاني وانتظار. ايوه شكرا ليكم يا اغلى ناس. انا هثبت لكم اللينك. هنثبت لكم اللينك يا جماعة. لا اله الا الله.